السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي واخواتي الغاليين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده كده، فيديو سهل وبسيط ان شاء الله، روتين كده خفيف. عملنا ايه؟ شوية غسيل كان عندنا غسلناهم، وهنعمل هندخل على طول في الطبيخ. النهارده طبيخنا النهارده عملنا شوية كوسة كده زي العسل، وكان عندنا فراخ وايه ورز بشعرية. أكلة سهلة وبسيطة، وقلنا النهارده نجدد كده ونغير في ايه في أكلة. طبعا الكوسة مفيدة وجميلة ومغذية كمان، وخضار بيبقى خفيف كده وطعمه حلو. هنجيب الكوسه طبعا هنقشرها تقشير حلو. ممكن تجرديها كده بالسكينه لو مش حابه تقشريها يعني. بتدي شكل حلو قوي لما تجرديها بالمقوار بتاع ايه الكوسه بتاع المقوار اللي احنا بنقور بيه يعني. هنبدا بقى نقشر الكوسه بتاعتنا كلها كده. هي كانت كبيره شويه، انا قلت اعملها ايه صحنين طبيخ كده او صحنين ايه خضار للغدا، كانت طعمها زي العسل. وشويه رز بالشعريه بقى، وهنعمل فراخ. كان اكل سهل وبسيط وسريع كمان، وعملنا حاجه بسيطه النهارده. ويا رب الفيديو ان شاء الله يعجبكم. إيه، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. عايزه اقول لاخواتي وحبايبي اللي كلكم وحشتوني وكلكم على راسي. ان شاء الله يا رب ما نحرم منكم ابدا ابدا. واللي مش مشترك معايا في القناه يدخل ينور لي كده القناه، علشان باذن الله القناه تكبر بيكم وليكم بامر الله. اتفاعلوا مع الفيديوهات وشاهدوها للاخر. ولو تكرمتوا يعني وفضل منكم يعني ان انتوا ايه لو شاركتوا الفيديو يعني. وجزاكم الله على كل خير على كل حاجه بتعملوها في القناه بتاعتي، او في الفيديو، او بتشاهدوه او بتحطوا لايك. ربنا يجازيكم خير يا رب. زي ما انت شايفه قطعت الكوسه كلها، زي ما انت شايفاها بقى قطعها حلقات مربعات زي ما انت حباها. بس انا عشان هعملها يعني في صلصه وكده عملتها ايه، كانت الكوسه كبيره شويه، فقمت عاملاها إيه زي ما انت شايفاها كده ايه مربعات صغيره يعني، او مكعبات بمعنى اصح يعني. وجبت بصله صغيره بقى كده، وقمت ايه خرطها كده في الحله. وكان معايا بقى طماطم. طبعا ضربت شويه طماطم على قد الكوسه بتاعتي. دي كان حوالي يعني الكوسه ايه نص كيلو وشويه كده. كنتش مكتره يعني، لان عندي ولادي شيء بيحبها وشيء مش بيحبها. عملت طبقين بس كده جنب ايه جنب الاكل بتاعنا يعني، جنب الفراخ بتاعتنا وكده. نرفعها على النار بقى كده لحد لما تستوي معانا. نحمر البصله كده او نصفرها. وطبعا معايا فصين توم طبعا مقشراهم عشان انزل بيهم. لما البصله بس تصفر كده هنزل بيها على طول. الفراخ بتاعتي معايا بقى انا غسلاها وكنت مقطعاها ونقعها طبعا في ليمون وكمون ودقيق ومخليها بافتة زي البيضه كده. شويه طماطم بقى من اللي كنت ضرباهم للكوسه، برضو كنت عامله حساب الفراخ بتاعتي. ونزلت عليهم ايه طماطمتين اتنين بس كده. بس انا بحب اضرب الطماطم في الخلاط للفراخ يعني. ونزلت بقى بالتوابل بتاعتي، شويه فلفل اسود، شويه كمون، شويه ملح، فصين اتنين توم اخضر كده، انا بحب احط عليها كل حاجه خضراء. بصلايه واحده كده اقطعها كده عليها. بحب ان انا اشوح الفراخ او في الخلطه دي، وشويه فلفل اسود بقى وشويه ملح. واسيب الفراخ بتاعتي تتشوح تشويحه محترمه، انا بحب اشوحها جامد. طبعا كنت عملت التسبيكه، البصله احمرت او اصفرت كده، نزلت بالثوم فصين اتنين توم. وسبت التسبيكه لما اتسبكت، ونزلت بالطماطم طبعا، وقمت نازله بالكوسه بتاعتي. طبعا الكوسه بتبقى فيها ميتها، ما تزودلهاش ميه كتير او شوربه كتير يعني. نزلت بيها كده زي ما انت شايفه. طبعا الكوسه كانت نشفت معايا من التسبيكه. قمت على طول مزودها شويه ميه، وكمان زودتها شويه شوربه من شوربه الفراخ. كان عندي بقى الرز بشعريه طبعا عملته معاكم كتير. حمرت الشعريه بتاعتي ونزلت على طول بالرز بتاعي على الشعريه، وزودت طبعا عقد الاكل. وده الاكل بتاعنا النهارده، احلى شويه كوسه النهارده. وكانت طبعا ده مخلي الليمون اللي كنت عاملاه معاكم والشطه بسم الله ما شاء الله كان زي العسل. والفراخ بتاعتنا والرز بشعريه، وادي الشوربه، شايفين الشوربه جميله ازاي ما شاء الله. وده كان يومنا النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم فيديو جديد، مع الف سلامه.